صينية فراخ بالبصل المكرمل من غير ما هعمل كرملة ولا هعمل اي حاجة، بس هتطلع معاكي زي العسل حقيقي. انا معايا هنا حوالي 5 بصلات كبار مقطعين ترانشات، حلقات رفيعة اهي زي ما هوريكي كده. والبصل الابيض بيدي طعم احلى كتير في طواجن البصل. ومعايا 2 حبة طماطم مقطعاهم برضو حلقات رفيعة زي ما انت شايفة كده، حلقات رفيعة جدا. ومعايا فلفلاية رومي كبيرة، ممكن تحطي اخضر، ممكن تحطي اصفر، ممكن تحطي اللي انت عايزاه، المتوافر حطيه. وهنزل بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل ورق لورا، بس هما دول بس، ما تكتريش. هي دي البهارات اللي انا محتاجاها، هتطلع طعمه بالمنظر ده. وهبتدي اخلط البصل ده كويس معايا، وهبتدي انزل عليها بمعلقه كبيره من دبس الرمان، هيدي لون حلو قوي من غير ما هحتاج ان انا هكرمل البصل ولا اي حاجه. وهي مهمه بصراحه، هي دي اللي هتدي الصينيه اللون الحلو. وهبتدي اخلط الكلام ده كله مع بعض حلو قوي. ونصيحه، ما تزوديش التوابل، التوابل بتدي نكهه كده، بتضغي على طعم الفراخ وبتغير من طعمها. هبتدي بقى اخد الفراخ بتاعتي وايه اخلطها كويس قوي بالبصل والكلام الحلو اللي احنا عاملينه ده، وانزله تحت الجلد. انا عارفه ان الفراخ غليت، بس والله ده فيديو كان قديم متصور، واكيد احنا مكمرين فراخ كده في الفريزر يعني. هبتدي بقى احطها على درجه حراره هاديه على النار، هاديه خالص لحد ما تنزل ميتها. تمام، هو ده اللي هيكرمل البصل معايا. وهتبتدي تستوي على ميتها واحده واحده، لما تنقص الميه هدخلها على الفرن تاخد لون وتطلع بالجمال اللي انت شايفاه ده. البصل هيبقى متكرمل والفراخ هتاخد لون حلو وما خدتش اي وقت منك. وبألف هنا وشفا.